صباح الخير. معلومة النهاردة عن تسعير المناقصات. لو انت شركة وجاي لك عقد او جاي لك مناقصة من استشاري او مقاول عام، لازم تاخد بالك من نقطتين مهمين جدا جدا. النقطة الاولانية، العقد او المناقصة لو توريد بس، يبقى انت كده هتزود 14% ضريبة القيمة المضافة. طب لو توريد وتركيب عقد مقاولة لا، هنا بقى ايه؟ تاخد بالك قوي. انت ال 14% ضريبه القيمه المضافه كده كده انت مجبر عليها، فانت هتشملها في البند بتاع كل بند من بنود المناقصه. وكمان هتزود ضريبه المقاولات اللي هي ال 5%. ده كده اول حاجه. تاني حاجه، لو هو عقد مقاوله بينك وبين العميل، هيبقى في شويه استقطاعات انت دلوقتي لازم تدفعها للدوله. تامينات وضرايب وحاجات كده معينه لازم تدفعها للدوله. لو انت مش عارفها، تسال عميلك، تقول له يا فندم دلوقتي انا النهارده العقد لو رست عليا المشروع، ايه الاستقطاعات اللي هدفعها؟ نسبتها قد ايه؟ تتراوح من الى كام؟ لان انت يا باشا لو ما خدتش بالك من النقطه هتخسر كتير قوي. ياما ناس اشتغلت وما كانتش واخده بالها من النقطتين دول. السلام عليكم.